كيفاش غادي تختفي مرا وبنتها وحد ما يسيق لها الخبار، كيفاش حتى واحد ما غادي يسول في هاد المرا وبنتها، وكيفاش حتى دوز مده عادي يتفقدوهم وغادي يحسوا بانهم غابوا. هادشي اللي غادي نعرفوه في القصه ديالنا اليوم. ما تمشيو فين سماعاتكم ونركزوا ونقولوا بسم الله على بركه الله ونبداو نحكيو القصه ديالنا من مدينه قلميم. غادي نحكيو على واحد السيد اللي كان مزوج وعنده بنيته 6 سنين 7 سنين، خدام عليها، عايش مع مراته، عايش مع ديك البنيه بخير وعلى خير، حتى غادي يموت موته تاع ربي. بزاف ديال الناس اللي كيموتوا وكيخليو وليداتهم من وراهم. هذا الراجل ما كانش عنده الدار، كان غير كاري. فمرتو ملي لقات راسها مسؤوله على ديك البنيته الصغيره، خصها تخرج تخدم، خصها باش تخلص الكرا ديالها، خصها باش تصرف عليها وعلى بنتها. وداك الشيء اللي المخلوقه بقات كدير، بقات كتضطر تبريكولي منا لمنا، تحتاجها وحده تمشي تعاونها، تحتاج هكذا. حتى خوها ساق لها الاخبار بلي انها كتخدم وكتصرف على راسها وعلى بنتها. قال لها اختي علاش راكينا جالسه في قلمي من راسك؟ خوك قليل فين يسول فيك، حيت كان عندهم واحد خوهم اخر. انا كنجي للبلاد 6 شهور عام عاد ننزل، طاري راه غير خاويه في الصويره، سيري سكنيها وانا من الشهر للشهر نبقى اللي قسم الله نصيفطو ليك، وانتي ديك الساعه حتى لا خدمتي غادي ما يكونش عليك داك الدرك. دورتها فيها راسها، لقات فعلا اش جالسه في قلمي من راسها. غير الراجل اللي كان مسؤول عليها وكان كيصرف عليها مشى الله يرحمه. خدات بنتها زهيره ومشات، دات قشه ومشات لمدينه الصويره وسكنت في ديك الدار. وفعلا خوها الله يخلف عليه ويكثر من امثالو دار معاها الواجب، بقى كل شهر كيصيفط لها واحد المبلغ، وملي هكذا تخدم في شي حاجه كتعاون. فعاشت بخير وعلى خير هي وبنيتها. وهو كان 6 شهور 8 شهور عام كيجي ينزل يجلس ديك 3 ايام ديك السيمانه ويرجع في حالاته. عام يجر عام البنت طلعت للكوليج، شراو لها بسكليته باش تبقى تمشي تقرا ويجي على الكوليج قريب، زادت الليسي حتى وصلت للاج تاع الباك. قيدر بها واحد السيد قال لها حقا ما حقا بغيت نتزوجك، انا الحمد لله عندي خدمتي، الحمد لله عندي دويرتي. فعلا قالت لي بغيت تتزوجني، قصد الدار قصد الباب، ما تجينيش انا مسترجم. جا خطبها جاب حبابو. امو قالت لي ما ودي انا ولدي ساكن الراسو، ولدي معتمد على راسو، وحنا ماذا بينا يعمر على راسو ويدير دويرتو ويدير وليداتو. الام ديالها ما عارفه بنتها كي دايره، قالت الحمد لله ساكن الراسو خير ما يسكن مع موين الراجل، غاديش يا بنتي تفاهم معاها. وافقات، زوجت لهم البنت. خوها ما قدش ينزل ويجي، صرفت لها الفلوس عاونها شويه، دارت داك العشاء حدو قدو، مسكين دا مسكينه وتهنات المدينه. قد السيده عايشه مع راجلها بخير وعلى خير، بدات شويه بشويه تعرف مع دوك الجارات، تخرج هكذا تسلم عليهم تهضر معاهم. السيد راجلها هنا ملي عرفها بدات دير العلاقه مع الجارات، غادي يعترف له بواحد السر. قبل ما نعرفوا السر نمشيو نديروا لايك وما نساوش اللي ما اشتركناش نشتركوا، انا كنستنى فيكم. المهم هو هنايا غادي يقول ليها ابنت الناس انا هاد الدار ها داري ولكن ما ماشي ملك، انا هادي الوالد كان كاريها على واحد السيد وكاريها له قليل، بدل ما نخلصوا 1300 درهم راه كنخلصوا غير 300 درهم، ومولاها فين باش يجي راه كنصيفطوها له في البريد. قال ليها يعني بحال ديالنا راه حنا ساكنين فيها ما كانش قال لي خرجنا منها. هي هنا تفاجات بالكذوب ديالو سكتات. اش غادي دير؟ انت ما دير طفر دابا تزوجاتو. قالت عنده الحق راه كاري بحاجه قليله صافي راه قد على كراه دبر راسو. بقات عايشه معاه هكاك حتى جات لواحد الوقيته ما قالت لجاراتها راني غاديه نمشي نشوف بنتي. مشات الام تشوف بنتها، هي كتبعد عليها بشي 3-4 كيلومتر. البنت كانت ساكنه في وسط المدينه تاع الصويره، والام ديالها خارجه بشي 3 ولا 4 كيلومتر على المدينه في شي فيلاج صغير. لان مره كما حكينا البنت كانت باش تمشي لليسي ولا تمشي للكوليج كتستعمل البيكالا ديالها. مشات عند بنتها ما رجعاتش. الجارات بقاو هكذا يسولوا عليها يومين 3 ايام 4 ايام كاع ما دارتش كاع ما بانتش.
طاوس فين مشات؟ دقوا عليها ما كانش، عاود صبروا واحد 10 ايام ولا 15 يوم ما بانش، عاود دقوا عليها. قال لهم الجارات واش راكم تدقوا؟ واش حسابكم راه سخفانه لتحت ولا راه مش مينا لا ريحه لا والو؟ هي راه مشات عند بنتها، هذه غير دقت بنتها راه حامله وهي راه جالسه تقابل في بنتها. داكشي اللي كان نواو ان بنتها مادام مزوجه راه بحال والو، راه توحم، المراه راه جلست مع بنتها. الجارات نتاع زهيره حتى هما انتبهوا، لان جارتهم ما بقاتش تجي خطره تقول لهم السلام ولا يشوفوها خارجه تجيب شي حاجه ولا تجمع معاهم ولا تشرب معاهم بريريداتاي. هما هنايا سولوا الراجل ديالها، قالوا له دي المراه ديالك راه ما بانتلناش، ياك لاباس ياك مراه مريضه ياك ما خاصها شي حاجه. قال لهم ما تما مراه، قال لهم راني طلقتها، راني طلقتها وصيفطتها عند امها. قال لهم الناس مزوجين نسا وانا مزوج بالزبر، واش باغي عاد تلعب وباغي عاد تنقز عليا؟ قال لهم راني صيفطتها عند امها صافي، ما زادوش سولوه. بقاو على داك الحال. فات الشهر الاول الثاني الثالث الخامس السادس تقريبا حتى الشهر السابع، وهو شكون يجي خوها ينزل للمغرب. جا المغرب ما لقاش اختو، سول عليها الجارات قالوا له ها مكان راها مشات وراها ما جاتش، حنا قلنا هذه دقت راه مشات عند بنتها، ولكن حنا ما نعرفوش الا دريسه فين ساكنه بنتها، هي اللي كانت كتجي عندها. قال لهم واش عندكم شي معلومات؟ قالوا له راه مزوجه وساكنه في الشارع الفلاني، وحتى راجلها كيخدم في داك الشارع. طوا سميت الشارع اللي ساكنه فيه، قالوا له واللي نعرفو ان سميتو فلان، وان عنده الموتور هكي داير. هز طوموبيلته هو ومشى غادي يسقسي في داك الشارع، يسول منا حتى نعتوه له. من نعتوه له دخل عنده لاباس بخير، انا فلان الفلاني خال زهيره وخو طاوس، ما تشرفين سيدي، راهم قالوا لي بلي انت كنت مزوج مع بنت اختي. قال له كنت مزوج بها وتناقشنا وما تفاهمناش واتفقت انا وياها على الطلاق، وفعلا طلقتها وراه مشات عند امها. سمع هو داك الشيء ورجع للدار، بقشش في الدار لقى اختو كما نقولوا ما جامعاش يقشها وخارجه من الدار، باقين كسيوتها في الماريو، باقين قشيشه، باقي فراشها كما خلاها اخر مره. ما لقاش حوايج بنتها، ما كان لا باليزه لا صاك لا قش لا فراش، لا ما جابتش هاد البنت شي حاجه. سول الجارات قالوا لا راه ما رجعاتش، ضرب الخماسي في السداسي، قال ربما راه رجعت للقلميم. هز طوموبيلته جابها في قلميم، قالوا له راه قدام سنه ما شفناها. وفعلا اختو كانت غير كان يمكنش عندها الدار باش ترجع للدار، تخلي الدار الليل كرا خالص وتمشي للقلميم. رجع عاوتاني للصويره، عيط على خوه الاخر، قال لي انا ما بانت لي ما هضرات معايا وانا اصلا التواصل ديالي معاها قليل. وبقى هكذاك. السيد هز لما هادي اختو وبنتها فين مشاو؟ قالت ليه مرتو اللي طولوا قصروا، عشاك فاقع في راسك، سير عند الجندار نقول لهم ها مكان وهما غادي يديروا الواجب ديالهم، هما يعرفوا هاد السيده فين مشات، حتى لا طرات لها شي حاجه راه غادي يكون واصلهم البلاغ. داكشي اللي دار، مشى عند الجندار قال مختي فلانه الفلانيه ها مكان. راني رجعت للدار وما لقيتهاش، لقيت فراشها لقيت حويجتها وهي ما بانش. وهذا الشيء اللي قالوا لي الجارات. داروا له البحث عن متغيب، بداو يسولوا في الجارات ديالها، قالوا لهم الشيء اللي قلناه. سولوا في الجارات ديال بنتها، قالوا لهم الشيء اللي قلناه. لهم حنا عمرنا ما سمعناها مدبزه مع راجلها ولا كاين شي خصام ولا كاين. السيده كانت كتجي عندنا وكتجلس معنا وتريح معنا، والسيده ضحوكيه والسيده منا عطاهم المعلومات اللي سمعناها من قبل. جابوا راجلها اولا اللي قال طلقتها وصفتها عند امها، جابوه حتى هو باش يبحثوا معاه. قالوا ليه فين هي مراتك؟ قال لهم ودي طلقتها وصفتها عند امها. واخا سيدي طلقتيها عطينا لاكت ديال الطلاق. قال لهم انا كاع اي حاجه كتعلق بها حرقتها، بقات عندي لا لاكارت ديالها لا لاكت باش تزوجتها لا باش طلقتها. خلاوه هو هكاك ولاو عند خال البنت، قالوا لي عندك شي ورقه شي لاكارت ديال بنت اختك؟ قال لهم نقلب في الدار. بقى يقلب لقى لاكارت ديال اختو عاده باقيه، لقى لاكت ديال الزواج نتاع بنت اختو عاده باقي، ولقى واحد فوتوكوبي تاع لاكارت تاع بنت اختو. جابهم لهم
داروا البحث، سولوا في المحكمه، قالوا لهم هاد السيد ما مطلقش هاد المراه، هادي راه عاد باقيه مرتو، كان لا طلاق لا والو، وهما يوليو له. قالوا له كضحك علينا حنايا، المحكمه راه عاطيه بلي انت عاد باقي مزوج بيها، باغي تقنعنا نتايا بلي ما عرفتش مراتك فين مشات، ومن الاحسن لك تتعاون معنا وتقول لنا المراه فين مشات. ماشي غير مرتك، راه مرتك ونسيبتك كاع الجيران شهدوا انها كانت جايه لعندك، فقول لنا بخاطرك حسن ما حنايا نوصلوا كما وصلنا لهاد الكذبه غادي نوصلوا لشلا كذوب. ايوا هنايا بدا يعترف لهم، قال لهم انا تزوجتها وبقيت كنمشي لخدامتي، او من نجي نلقى السيده من طيبه لي شي حتى الغدا، قابله هكذا كان شي قليه تاكلها، الا كان شي تلفزيون تتفرج له وما مسوقاش. قال لهم من نخاصم معاها تقول لي كل برا، واش عليك كل برا. قال لهم وليت على سعدي وعدي ناكل برا وصابر. قال لهم اليوم غدا السيده مبغاتش تبدل داك الطبع، هذه فرات قد وقتها. قال لهم بقيت نشك، قال لهم بقيت كنجي كنراقبها كتخرج عند الجارات، مرة تمشي للحانوت تقضى شي حاجه وترجع. قال لهم عاود شي مره تعاود نغيب، عاود نسهر، عاود نتسلت، عاود نراقبها. قال لهم ما لقيت عندها والو، السيده من الدار لعند جارتها. قال لهم الخيانه ما كايناش. قال لهم واحد النهار جات النسيبه ديالي عندنا، قال لهم انا فداك النهار كان ولد خويا طلبني على الموتور ديالي. قال لهم الرجعه اللي غادي نرجع للدار، قال لهم حليت الباب جيت داخل، قال لهم سمحت هضر هي وامها. قال لهم ما قالت لها تيتي هذا كبر منك، قالت لها انا كاع ما كنت باغياتو ليك، انتي شحنتي عليه. قالت ليها حتى الدار ماشي ديالو، كذب علينا، قالت لها الكذاب الاخر، قالت لها قال لنا ديالي وفتالي ماشي ديالو. قالت لها امي وشنو بغيتيني ندي؟ قالت لها انا كنت بغيت لك ولد فلانه راه هضرات معايا من قبل، هذاك بعدا قدك فايتك بعامين، ماشي هذا فايتك ب8 سنين قريب 9. قالت لها وفتالي زايده بالكذوب. قال لهم انا بقيت نستنى المراه ديالي تدافع عليا. قال لهم الساعه انا الرد ديالها خلعني. قالت لها وصافا اما دركا تضفرت، صبري ليا وقيته ومبقى ندير معاه المشاكل وغادي نخليه يطلقني، ومن يطلقني ندي هذا ولد فلان اللي قلتي عليه. قال لهم انا تصدمت بديك الهضره، وليت مارشارير، حليت الباب درت التقرقيب. قال لهم وجيت داخل، قال لهم وين شافوني سلام لاباس بخير، داروا ديك الضحكه الصفراء في وجهي بحال كاع ما هضروش. قال لهم مرتي ما شنو مشات تجيب من البيت. قال لهم انا مشيت بقشش تحت الدروج، جبت واحد لالاتي عصا، قال لهم حسيت بالحقره. قال لهم كي سمعت ديك الهضره قال لهم حكاتني في خاطري وضراتني في خاطري. قال لهم جبت واحد لالاتي عصا، قال لهم دخلت عندها للبيت تاع الناس، قال لهم وجبت معاه غير ضربه، قال لهم هنا في الرقبه ديالها، قال لهم بكل جهدي، قال لهم بالضربه بالطيحه بالموتى، قال لهم وانا نمشي لكلف عادي لما. قال لهم تصادفت معاها خارجه من البيت وانا عاود نجبد معاها، قال لهم بفور جهدي. وفعلا داك الشيء اللي شافوه في اعاده تمثيل الجريمه من داروه، ضربها ضربه بكل جهده، كاع ديك الغصه اللي كانت في قلبه جبد معاها. قال لهم بقاو عندي 200 في الدار، كي غادي ندير لهم؟ قال لهم نشوفك. قال لهم لقيت غير ديك الجرده اللي عندي من وراء الدار هي اللي غادي تسلكني. قال لهم حفرت لهم مزيان، قال لهم دفنتهم في كل وحده في قبرها وغطت عليهم تما حتى واحد ما غادي يشوفهم في ديك البلاصه. هو الدار كانت مكريه، كيفاش حتى واحد ما غادي يشوفهم؟ المهم السيد هنا بعد اعاده تمثيل الجريمه وبعد الاقوال ديالو تحكم بالاعدام، اللي هي عقوبه موقوفه التنفيذ وراهم قريب يلغيوها من البلاد ديالنا. واخر واحد تنفذ فيه الاعدام في المغرب هو الحاج ثابت، واللي كان يمكن كوميسار مهم، كان حاجه كبيره في البوليس، واللي اكتشفوا عنده أشرطة إباحية كان كيصورها في ديك الوقت اللي كانت عندها الأشرطة، واكتشفوا عنده استغلال كبير للسلطة ديالو. هادشي كان في التسعينات، وكانت واحد القضية اللي كاع الجرائد المغربية حكموا هضروا عليها وهضروا على الحكم ديالها، وفعلا تنفذ فيه حكم الإعدام، ومن وقتها مبقاش يتنفذ. بزاف ديال الناس يقولوا لي للاسف وانتم كتسمعوا جرائم اللي كنحكيوهم وانتم قولوا لنا واش مع ان السيد وزير العدل كما قال هو
غادي يلغيوها من المغرب او انكم ضدها، ومن الاحسن يتنفذ القصاص، لانما على حسب القضايا اللي كنحكيوهم وكنشوفوهم هذا غادي يولي مؤبد، والمؤبد مع حسن السيره والسلوك داخل السجن غادي يولي محدد، والمحدد غادي مع عفو ملكي غادي يسقط شي شويه، وغادي تلقاو داك المجرم ولا يدور معنا في الحياه العاديه من بعد ما قضى واحد السنوات في السجن وتعلم كاع الطحرميه ديال السجن، وتعلم كاع القوانين اللي طيحوه دخلوه للحبس وطيحوا صحابه، ولا يعرف كيدير يتحاشاهم وكيدير يتفاداهم. ما عليناش، العبره نرجعوا للقصه ديالنا، للراجل اللي قتل المراه ديالو والام ديالها فقط لانهم ما عجبهمش الوضعيه الماديه ديالو، او لان واحد الحديث دار بيناتهم هكذا فساهم منهم بلا ما يعباو به. شوفوا فين داهم وشنو دار فيهم، شوفوا الجريمه كيفاش ترتكبات. فهاد المره العبره اش غادي نقول لكم، العبره ان الواحد من يجي يهضر خاصو يحضر جنابه مع من راه يهضر وفين راه يهضر وشكون راه يسمع له، وكيفاش غادي يتقبل ديك الهضره ولا ما يتقبلهاش. والعبره الاخرى عندك اختك ولا اخوك على الاقل، ولا ولدك ولا بنتك على الاقل كونتاكت كل يومين 3 ايام، ماشي 6 شهور 7 شهور 8 شهور حتى يكون هو تدفن وعظام ورشاو عاد انت تفقدو. فلو كان خوها اللي في المغرب على الاقل كيتفقدها مكناش غادي نجلسو حتى هاد المده باش خوها يجي من البلاد الاخرى ويتفقدها وما يلقاهاش ويعرف انها مقتوله هي وبنتها من طرف النسيب. القضيه ديالنا سالات، نقول لكم بسلامه عليكم ونتلاقاو في قصه جديده وقضيه جديده. الا كنتي وصلتي معايا لهاد النقطه هادي فالله يجازيك بخير، ما تنسانيش من الابوني وما تنسانيش من تفعيل الجرس باش حتى انا نفرح من نشوفك شفت القصه ديالي كي كننزلها وتفرجتي ليها وسمعتي ليها وطاعتي وبارطاجيتيها مع احبابك ومع اصحابك باش يحضيو رصانهم وما يبقاش بناتهم غير بلا 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 ما يحضي جنابو. هنا القاتل قال بلي دخلت على غفله، ولكن كاين شي ازواج وانا شفت منهم في الحياه كيجيو تحت السرجم، كيجيو حدا الباب، كيبقاو يتجسسوا على نساهم اش كيقولوا في الدار. يعني حتى لما شي مرات حتى ديك الحريه في الدار ما عندهاش الحق تفكر ولا تقرر شي حاجه. فحضيو جنابكم الله يجازيكم بخير، كنتي مجوجه ولا ما كنتيش مجوجه، معاك باك ولا معاك خوك ولا معاك اختك ولا معاك جارتك ولا معاك، الانسان يحاول ما امكن يشد لسانه شويه ويحضر جنابه، لان ما الدنيا والوقت مبقاتش تعجب. السلام عليكم ونتلاقاو في جريمه جديده وقصه جديده وحلقه جديده غدا ان شاء الله. كونوا في الموعد كما انا كنكون معكم كل يوم في الموعد. في امان الله وحفظه.